والله حاليا حتى العمل مو بس السلبيه مالتهم التشكيل لحد الان ما شكلوها الحكومه، حتى العمل توقف. زين كعمل كراتب موظفين زين كله متوقف حاليا. زين احنا نتمنى الاستعجال زين التشكيل الحكوميه العراقيه ان شاء الله. زين حتى شنو العمل يمشي الامان. هسه متخوفين الناس، حتى اللي عنده يعني مشروع يسويه ما يعرف شنو اللي جاي. زين حاليا ما يعرف شنو جاي. زين ناس متخوفه. زين بكل مكان بكل محافظات العراق زين متخوفه، ونتمنى من الله يستعجلون بها. زين التشكيله الحكوميه العراقيه ان شاء الله توفيق من الله. الاسباب لتشكيل الحكومه كما تعلم انت ويعلم الجميع اللي قاعد يصير في هذا البلد، بس احنا الصراحه لابد يكون اتفاق على فصيغه نهائيه لحل هاي الازمه اللي مع الاسف الشديد اللي خانقه اللي يمر بها بلدنا مع الاسف الشديد. هسه الاوضاع الامنيه غير جيده وكل شيء في بلدنا غير جيد. لابد يعني يصير حل، كل شيء وإلى حل لابد يصير حل، وان شاء الله الامان يرجع. احنا هاي يعني الصراحه امنيه هسه كل عراقي. الانعكاسات السلبيه على نعم البلد هواي يمر بظروف صعبه هواي، يعني هسه من ضمنها قاعد تجي وحده ورا الاخ. اول الانعكاسات السلبيه هذا اللي قاعد يصير، الامن شويه صار هش، مو مثل قبل شويه الامان صار زين. هسه الامن لا، الامن هش كما تعلم انت ويعلم الجميع يوميا. مع الاسف هنا وهناك يصير يعني احنا اللي نريد حكومه موثوقه من الشعب. اولا حكومه يعني الصراحه مع الاسف الشديد اللي يصير بهذا البلد هم بيناتهم، يعني احنا نريد حكومه منبثقه من الشعب هو اللي لابد. رئيس الوزراء عندما يكون انا حتى لو كنت انا شخصيا هسه اقدر رئيس الوزراء من يجي لازم يجي يرضي الشعب والشعب قابل عليه. اذا انت الشعب في واد والحكومه في واد ما راح تقدر تسوي شيء، لان هسه انت الرئيس الوزراء او الحكومه بشكل عام لابد قابل عليها الشعب. ليش؟ طالعه من رحم الشعب هو اللي يسند الحكومه. من يسندها الشعب الحكومه راح تصير حكومه قويه. لابد اذا حكومه الشعب لا يريدها وهي في واد والشعب في واد، لا انا اقول لك الحكومه لا، ما راح تصير حكومة قوية. الحكومة منبثقة من الشعب إذا ما يوافق على حكومة ما تصير الحكومة قويا إطلاقا. فهاي أنا نصيحة للسياسيين وما شابه ذلك، فأقول لهم إذا الحكومة تجي لازم قابل عليها الشعب، ويعني الشعب أهم شيء، لأن الشعب هو اللي مثل ما يقول مصدر للسلطات. احنا مع الاسف الشديد في الاوان الاخيره هسه انا شخصيا اشوف هواي. انا لو كنت انا شخصيا هسه اكون يتنازلون الاطراف اللي هسه متناحره على الحكومه، لابد تتنازل.